انا دلوقتي اعرف منين ان فيتامين د قليل في جسمي؟ في اعراض المفروض هتظهر الاول زي تساقط في الشعر، لون الجلد هيتغير، الم اسفل الظهر، صعوبه في النوم وارق، ارهاق عام في الجسم. متفقين على كده؟ رحت انا شكيت ان في نقص في فيتامين د، رحت عملت التحليل بتاعي. المفروض النتيجه الطبيعيه تطلع كام؟ المفروض نتيجه فيتامين د تبقى من 30 ل 100. تحت ال 30 في نقص في فيتامين د، فوق ال 100 دي توكسيستي او سميه فيتامين د. ما بتحصلش كتير بس بتحصل. خلي بالك من الكلام، ما بتحصلش كتير بس بتحصل. ففيتامين د ما ينفعش يتاخد بجرعات زياده عن اللزوم، واقل من 30 كده في نقص في فيتامين د، فالمفروض فيتامين د يعلى شويه. طيب الجرعات بتاعته المفروض تبقى كام؟ بص يا سيدي، عشان الموضوع ده عليه دوشه كتير قوي. الجرعات العلاجيه لو انا مثلا عندي نقص في فيتامين د وباخد علاج، طبعا الدكتور هيكتب لي عليه، باخد مثلا تقريبا 50,000 وحده في الاسبوع. هي بتبقى قرص واحد بيتاخد مره في الاسبوع، بيبقى هو فيه 50,000 وحده من فيتامين د مره في الاسبوع، او بما يعادل 10,000 وحده في اليوم على مدار، بس كل يوم على مدار الاسبوع. طيب ده بالنسبه لو انا بتعالج. طيب لو انا على حسب برضو على حسب شده الحاله. طب لو انا بقى ما عنديش نقص فيتامين د ولكن عايز اخد جرعات وقائيه، اقل حاجه بالنسبه للاطفال 400 وحده دوليه. بالنسبه لي من عمر مثلا سنه ل 16 سنه 600 وحده دوليه. بالنسبه للكبار 800 وحده دوليه في اليوم الواحد. طيب اقصى حاجه بقى انا اقدر اخدها تبقى كام؟ ما تعديش ال 5000 بقى، لان اكتر من كده هيعمل سميه فيتامين د، هيزيد عن 100 وهيعمل سميه. ما بتحصلش كتير، وعملوا ابحاث كتير، عملوا يجيبوا 100 فرد لقوا ان 4 منهم مثلا اتسمموا. مفيش مشكله، هي ما بتحصلش كتير بس بتحصل. في ناس مثلا بتبرر الموضوع ده تقول لك ايه، انا ما شفتش حد قبل كده جاله سميه فيتامين د. ما هو المشكله ما بتتقاسي بالشوفان، انت فاهم؟ بتتقاسي انا شفته ولا ما شفتش. هو ميكانيزم معروف وبيحصل لو انت زودت الجرعه. انت شفته انت ما شفتوش، دي مشكلتك انت، بس هو ممكن يحصل. ليه بقى؟ لان فيتامين د لما بيزيد نسبه امتصاصه للكالسيوم بيزيد. احنا قلنا بيروح للخلايا بيخليها تصنع كالسيوم تصنع بروتين، والبروتين ده يمسك في الكالسيوم يخلي الامعاء تمتص الكالسيوم وترميه في الدم، يخلي الكلى تعمل اعاده امتصاص للكالسيوم وترميه في الدم. تمام كده؟ بيخلي الكالسيوم يترسب في العظم ما يعملش لين عظام، ما يبقاش فيها هشاشه، العظام ما تتكسرش بسهوله. تمام؟ طيب زاد عن حده والكالسيوم هيمتص قوي، يعمل حصوات على الكلى. ازاي بقى حصوات على الكلى؟ تعالى اوريها لك. زي كده مثلا، ده بني ادم اهو، دي الكلى بتاعته، لو لفيناه كده جبناه من الناحيه الثانيه وكبرنا على دي كده، دي حصوات على الكلى. الكالسيوم لما بيتراكم بيمسك في ماده ثانيه اسمها اوكزاليت، بيعملوا حصوات او كريستالات من الكالسيوم اوكزاليت. دي كريستالات تعمل حصوات وتجرح في الحالبين وتجرح في المثانه وتعمل بلاوي زرقاء. لو فيتامين د خدته بجرعات عاليه، متفقين؟ فاللي يقول لك 50,000 وحده دوليه في اليوم ما بتعملش حاجه وباخدها بقى لي سنه وما حصليش حاجه، خلاص مالكش دعوه بيه، هو حر بقى، يعني ربنا يبارك له هو، ما تعملهاش انت. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وفولو لو الفيديو عجبك. وفي هذا القدر الكفايه لمن اراد الهدايه، وكان معكم محمود نوح. سلام.